لو انت صانع محتوى او بتشتغل لوحدك على مشاريعك، الفيديو ده هيغير طريقة شغلك بالكامل. هقولك على اقوى 3 ادوات ذكاء اصطناعي مجانية تماما 100%، ساعدتني اني اكتب سكريبتات الفيديوهات او انظم افكاري واحول فيديوهاتي الطويلة لشورتس في ثواني. مستني ايه؟ يلا بينا على الشرح. واول اداة معانا النهاردة هتكون هي شات جي بي تي. طبعا هتيجي تسألني انت ليه منزل شات جي بي تي في الفيديو، مع ان الناس بقت كلها محملاه وبقى على اغلب التليفونات في العالم. اقولك لان 90% من الناس بتستخدمه غلط، وانا جاي اعلمك ازاي تستخدمه صح. اولا بخليه هو اللي ينظم لي وقتي ويعمل لي سكريبتات الفيديوهات وبيختار لي افكار للفيديوهات كمان وحاجات كتير قوي زي كده. مثلا انا هقول له اكتب لي خطة لقناة يوتيوب بالذكاء الاصطناعي لمدة 30 يوم. وزي ما انت شايف كده قدر اللي هو يكتب لي الهدف من القناة وخطة النشر، وبدأ يكتب لي كل حاجة. وبس كده، يلا بينا على الأداة التانية. وتاني أداة معانا النهاردة وهي اللي اسمها ظهر قدامك حالا في الشاشة. الأداة دي تقدر بكل بساطة إن هي تحول فيديو 6 دقايق أو 7 دقايق أيا كان مدة الفيديو لشورتس، تمام. وبيتعمل له مونتاج وبيضاف له تأثيرات صوتية، ويعتبر هي اللي بتقوم بالشغل كله مكانك. يعني هيوفر عليك وقت طويل جدا جدا ومجهود كبير. مجرد بس ان انت تضيف لها الفيديو هتطلع اكتر لقطات في الفيديو بتشد او تشد المشاهد، وهتعمل لك ليها مونتاج وهتضيف لك ليها تأثيرات صوتية كمان. تالت أداة معانا وهي برضو اللي اسمها ظاهر معاك في الشاشة حالا. ده يعتبر دماغي التانية حرفيا. ده بينظم حياتي بالكامل، ومش بس ساعدتني في شغلي لأ، لكن كمان في حياتي اليومية بستخدمها عشان أعمل خطة ليومي، أرتب مواعيدي، أخطط للفيديوهات اللي جاية، أكتب ملاحظات بشكل منظم. مع وجود الذكاء الاصطناعي كمان ده بيوفر عليا وقت كبير جدا، وبقيت أقدر أطلب منه يلخص لي معلومات ويقترح لي أفكار أو حتى يساعدني في تنظيم جدول المحتوى. بس كده، دول كانوا 3 أدوات ذكاء اصطناعي غيروا طريقة شغلي وخلوني أحسن من قبل بكتير وبمجهود أقل كمان. جربهم بنفسك وقولي في التعليقات ايه أكتر أداة عجبتك، ولو عندك أدوات تانية بتستخدمها شاركني بيها. متنساش اللايك والسبسكرايب لو استفدت.